تفتكروا الأهلي هيحقق اللقب للمرة التاسعة ولا الزمالك هيقف المرة دي قدامهم ويخطف الجائزة؟ ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ أهلا بيكم في حلقة جديدة. زياد هنا معاكم، والنهاردة هنتكلم عن مواجهة بطل دوري أبطال أفريقيا قدام الفايز بكأس كونفدرالية. قبل ما نبتدي الفيديو عايز أعمل معاكم تحدي، والتحدي هيكون كالآتي: في آخر الفيديو هقول على توقعاتي للماتش ده، ولو طلعت أنا صح هتعمل لايك وسبسكرايب وتفعل الجرس وتكتب في الكومنتات انت صح. لو طلعت انا غلط بقى هتكتب في الكومنتات عقاب ليا، واكتر عقاب جايب لايكات هضطر اعمله. بس بقى ارجوك يا جماعه بالراحه عليا في العقاب، عشان انتوا عارفين ان انا هنا لسه في المانيا معيش باسبور الماني. فخاف بقى ما تكتبوا حاجه عاليه قوي ويرحلوني من هنا، ربنا يستر. يلا بينا. مبدئيا كده كاس السوبر ده بيبقى ماتش واحد بس، بتبقى مواجهة ما بين بطل دوري الأبطال في أفريقيا قدام الكسبان في كاس كونفدرالية، ودي تعتبر تقريبا تاني مرة الأهلي يواجه فيها الزمالك، وأول مرة كانت في سنة 1994 لما الزمالك كسب 1-0 ضد الأهلي. يعني تعتبر أصلا قديمة جدا ومحدش بيذكرها، ساعة لما بقى كان زمان عندهم كاميرات قديمة ومكانش بيصوروا ماتش عدل أصلا، وتلاقيك انت اصلا وانت بتتفرج على الفيديو ده دلوقتي ما كنتش اتولدت اصلا. فيعني ممكن ننساها، لان اي حاجه قبل 2000 كده ممكن ننساها. هتقول لي ازاي؟ اقول لك بقى هو كده يا عم، قناتي وبهري بقى فيها براحتي. انا عامه حيادي، يعني انا ما بشجعش ولا اهلي ولا زمالك، انا جاي بس بقول لك رايي الحيادي. وهتاخد بالك برضو في نص الفيديو ان انا رايي في النص. المهم، الاهلي كسب يا جماعه كاس السوبر ده 8 مرات، ويعتبر اصلا اكتر نادي في افريقيا حصل على كاس السوبر. ويجي بعدها في المركز الثاني على طول الزمالك، كسب 4 مرات كاس السوبر، وبالمناسبة سنة 1994 حسبوها. المهم، الأهلي بقى واجه مين أصلا في دوري الأبطال، ونتكلم عن رحلته لحد ما كسب دوري الأبطال ولحد ما يواجه الزمالك في كاس السوبر. طيب، الأهلي كده بدأ بماتش خفيف كده في اثيوبيا مع سانت جورج. الماتش ده دايما بيبقى ذهاب وعودة، والكسبان بيطلع على دوري المجموعات. ماتش الذهاب الاهلي كسب 3-0، ماتش العودة كسب 4-0، 7-0 في المجمل، وطلع على دوري المجموعات قابل 3 فرق. والثلاث فرق دول كانوا جايين من واحدة من تنزانيا، فرقة اسمها تقريبا يانجا، والفرقة التانية من الجزائر اسمها الشباب الرياضي، والفرقة التالتة من غانا اسمها مدينة. المهم، الأهلي خلص الأول على المجموعة وخد 12 نقطة، ودخل على الجولة اللي بعدها اللي هي الربع النهائي. لعب الفريق اللي اسمه سيمبا اللي جاي برضو من تنزانيا. برضو الماتش بيبقى ذهاب وعودة، أول ماتش 1-0، تاني ماتش 2-0، يعني في المجمل 3-0 الأهلي كسب وراح على النص النهائي. المهم، دخل نص النهائي ولعب فرقة تانية من الكونغو وكسب الماتش 3-0، والماتش التاني تعادلوا معاه، يعني في المقبل برضو كسب 3-0 ودخل على النهائي وواجه الترجي التونسي. وده بيبقى ماتش يا جماعة مش سهل خالص، الترجي التونسي برضو منافس قوي جدا في البطولة دي بالذات، لأن الترجي التونسي كسب البطولة دي 4 مرات، يعني ما كانش منافس سهل خالص. ولكن برضو الأهلي استطاع ان هو يكسب وكسبهم 1-0. وبالمناسبة برضو الفاينل في الدوري الأبطال بتاع أفريقيا برضو بيبقى ذهاب وعودة، وأول ماتش تعادلوا 0-0، بس تاني ماتش كسب فيه الأهلي 1-0. هتقولي طيب بقى الزمالك عمل ايه لحد ما كسب كاس الكونفدرالية ورحلته كانت عاملة ازاي؟ تعالى يا عم احكي لك ده كمان. الزمالك واجه فرقة كده من جيبوتي وخسر أول ماتش ليه 2-0، وتاني ماتش كسبه 4-1، فالإجمالي بقى بيبقى 4-3، والماتش ده أهله لدوري المجموعات. ولما راح دوري المجموعات برضو كان الأول على مجموعته وجاب 16 نقطة، مع الملاحظة إن اللي في المركز التاني كان جايب 9 نقط. وبعدها الزمالك راح على الربع النهائي، لاعب مودرن سبورت، أول ماتش كسبه 2-1، تاني ماتش اتعادل 1-1، يعني بقى كله في الآخر 3-2، وتأهل برضو لنص نهائي ولعب فيه برضو فريق من غانا كده
اول ماتش اتعادلوا 0-0، تاني ماتش كسب 3-0 وكسب 3-0 في المجمل وراح للنهائي. وفي النهائي برضو قابل بقى فريق مش سهل خالص من المغرب اسمه نادي النهضة البركانية. مش سهل ليه بقى يا جماعة؟ لأن نادي النهضة ده كان كسب كاس الكونفدرالية ده قبل كده مرتين، والزمالك ساعتها كان كسبان بس مرة واحدة. ونظام الفاينل يا جماعة برضو هنا بيمشي زي في دوري الأبطال بتاع أفريقيا، الفاينل بيبقى ذهاب وعودة. فالزمالك راح لأرض المغرب أو أرض نادي النهضة البركانية ده وخسر فيها 2-1. يعني في ماتش العودة كان لازم يكسب أو يجيب حتى جون واحد. وفعلا برضو الزمالك لما نادي النهضة ده جولهم في القاهرة كسبهم 1-0. وعشان قانون بقى اللي هو الاجوان، انتوا عارفين الجون لما بيتجاب في ارض الخصم بيبقى بيتحسب ب2، فعشان كده المجمل كان 2-2 ولكن عشان الزمالك جاب جون في ارض المغرب فده بيتحسب بجونين في الاخر، فالزمالك كسب كاس الكونفدرالية. ودي بقى رحلة كل واحد فيهم، الزمالك لحد ما كسب كاس الكونفدرالية والاهلي لحد ما كسب دوري ابطال افريقيا. وبكده انا كنت قلت لكم كل حاجة عن تاريخ مواجهتهم في كاس السوبر مع بعض، كم مرة الاهلي كسب وكم مرة الزمالك كسب ورحلتهم كلها بالمواجهات بتاعتهم. وجينا للحظة في الفيديو اللي هقول لكم على توقعاتي، ويا رب اطلع صح عشان ما اعملش اي عقاب انتوا كتبتوه. انا متوقع يا جماعة ان الاهلي هيكسب كام؟ 2-1، ولكن الرقم بتاع النتيجة مش داخل في التحدي بتاعنا. انا بقول لكم بس الاهلي هيكسب، ولو كسب بإذن الله هتعمل لايك وسبسكرايب وتفعل الجرس وتكتب لي في الكومنت زي ما قلت لكم انت صح. ولو خسر الاهلي ربنا يستر زي ما قلت. المهم لو عجبكم الفيديو بقى ما تنسوش يا جماعة تعملوا لايك، وما تنساش اهم حاجة تستمتع بالرحلة، واكتبوا لي في الكومنتات برضو عجبكم النوع ده من الفيديوهات ولا لا. يلا اشوفكم بقى الحلقة الجاية، سلام.